شنو رايك بكرة السلة؟ اهلا وسهلا بك كابتن. اهلا وسهلا. اول شيء حقيقه سؤالك هذا قبل ما اجاوب عليه، المتابعين دائما يسالوني يقولوا لي انت وين تسجل الفيديو؟ فاليوم انا اسجل الفيديو بمول المنصور. موضوعك هذا حقيقه ذكرني بثلاثه من لاعبي كره السله. هم لاعبي كره السله بالعراق كليتهم نجوم وكليتهم احبابنا، بس دول ثلاثه ربطني بيهم موقف. انا كنت اتابع المباريات مع الدوري، فاولهم الكابتن كرار بيكو، كابتن نادي النفط. الثاني كابتن ايهاب حسن، كابتن نادي دجله، العفو الدفاع الجوي. والثالث الكابتن علي حاتم اللي هو لاعب ارتكاز نادي دجله. ذول اللاعبين الثلاثه مروا بمواقف تعرضوا لاصابات. يعني تعرف اللاعبين لما يلعبون داخل الزون الاحتكاك يصير اثناء الدفاع غير مقصود. الدفاع يكون حماسي، يكون جاد، فاللاعبين احيانا الكوع ماله يلامس وجه اللاعب الخصم من غير قصد، فالكوع هذا يجرح، اصابته قويه. فتعرض اللاعب كرار بيكو لاصابه فجائيه وتألم، والمشهد كان يعني حقيقه مو طبيعي. يعني تمنيت انه من يتعور كرار بيكو اللاعبين الفريق الخصم رأسا مباشرة يروحون باتجاهه يتحمدون على سلامته، يواسوه. فلاحظت هاي الحالة موجودة، هذه حالة غير إنسانية. يعني أتمنى أنه المدربين يحرضون اللاعبين عليها. كذلك اللاعب إيهاب حسن، إحدى المباريات تعرض إلى كوع وانجرح حاجبه ونزف دم، واللاعب كان مزعوج، خصوصا أنه الحكم في وقتها أخفق بمشاهدة الفاول هذا، ما نطبي فاول. الحكم معذور ما يقدر يشوف كل المشاهد هذه. فاللاعب إيهاب حسن توقعت أنه لاعبي الفريق الخصم يروحون يماسوه، فكان هو يعني اللعب حماسي، والحركة اللي صاب بها هو كانت غير مقصودة، فكان ممكن أنه يواسوه. هذا المشهد أيضا تكرر أيضا ويا علي حاتم اللي هو لاعب نادي دجلة، لاعب ارتكاز طويل القامة خشن. لما يكون الدفاع وياه في منطقة الارتكاز أكيد الدفاع راح يكون به احتكاك، فتعرض الإصابة. بس الإصابة ما كانت مو طبيعية، بنص العين، وقع على الأرض تلوى. يعني ما شفت أني في وقتها مساعد طبيب راح على مود يساعده، ما شفت اللاعبين راحوا على مود يواسوه. يعني كان مفروض أنه يحددون نوع إصابته وينقلوه للمستشفى مباشرة. شفت حالة بها نوع من الإهمال. يعني حتى إدارة القاعة كان مفروض أنه يهتمون بهالموضوع هذا. فالحقيقة أنا أتمنى من المدربين أنه يحثون لاعبيهم على اللعب الإنساني. إحنا لاعبين كرة السلة في كل العراق عائلة واحدة، حتى بكل دول العالم إحنا نلعب لغة واحدة اللي هي لعب الفن. فالفن هذا يفترض أنه ترافقة إنسانية، ترافقة طيبة، والمواساة والترحيب باللاعب الأجنبي لما يجي بالملعب العراقي. الفريق الخصم أثناء الدوري أنا لازم أول ما تبدي المباراة أروح أسلم عليه، بعد ما تنتهي المباراة إذا أنا فزت عليه ما المفروض أنه أنا أطلع شمتان بيه، أروح أسلم عليه وأقول له هارد لك، أطيب على خاطره، لأنه هذا اللاعب قد يكون باكر عقبه هو يشاركني باللعب بالمنتخب الوطني، يكون زميلي. فأشكرك كابتن أحمد على هذا السؤال، وتحية لكل المتابعين.